إصابة خطيرة لأشرف حكيمي في مباراة يوم أمس التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان وكذلك بايرن ميونخ. وتعرض الدولي المغربي لإصابة في الكاحل، إصابة تعد خطيرة جدا. وفي هذا التقرير سوف نكشف عن تقريبا مدة الإصابة التي من المحتمل أن يغيب عن الملاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي وفق تقارير صحفية فرنسية. وبطبيعة الحال قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لنا لايك وكذلك اشتراك للقناة، فالقناة باقي جديدة فضلا وليس أمرا. كشفت التقارير الصحفية الفرنسية عن المدة المحتملة لغياب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا. ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن فترة غياب حكيمي قد تتراوح ما بين 3 أسابيع و5 أسابيع على أن يتم تأكيد المدة الدقيقة في خضوعه للفحوصات الطبية الإضافية خلال الساعات المقبلة. ومن المنتظر أن يخضع الظهير الأيمن المغربي اليوم الأربعاء لفحوصات طبية دقيقة لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها تمهيدا لتحديد البرنامج العلاجي المناسب. وكان حكيمي قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الكاحل خلال مواجهة بايرن ميونخ إثر تدخل قوي من اللاعب لويس دياز، ما اضطره إلى مغادرة أرضية الملعب متأثرا بالآلام والدموع قبل دقائق من نهاية الشوط الأول. وتأتي هذه الإصابة في فترة حساسة للغاية، إذ تثير الشكوك حول إمكانية لحاق حكيمي بكأس الأمم الإفريقية المقبلة، المقرر إقامتها في المغرب ابتداء من 21 دجنبر المقبل. نتمنى الإصابة ما تكونش خطيرة، ونتمنى كذلك يكون فقط عنده غير التواء في الكاحل، ما يكونش شي كسر ولا تكون شي إصابة أخرى خطيرة تستوجب إجراء عملية أو أي شيء من هذا القبيل، لأننا في أمس الحاجة إلى خدمات اللاعب أشرف حكيمي وفي خدماته الدفاعية والهجومية، لأنه يعد ركيزة أساسية في المنتخب الوطني المغربي. إذا كانت فقط 3 أسابيع أو 4 أسابيع فمن الممكن أن يلتحق بالمنتخب الوطني المغربي ليلعب مباريات الكان بحول الله. كانت هذه هي الأخبار الآن، واحتمالية غياب أشرف حكيمي تتراوح بين 3 إلى 5 أسابيع حسب صحيفة ليكيب الفرنسية، في انتظار التقرير الطبي النهائي.